ازيكم؟ هنعمل النهارده هنعرف مع بعض ازاي نقشر التين الشوكي من غير ولا شوكه ما تخش في ايديكي. الفيديو ده يعني انا جايباه من واحد عنده شجر تين شوكي، وهو اللي قال لي على الطريقه دي. طبعا لو عندك قفص، مش كام واحده كده، لو عندك قفص تين شوكي هتقشريه بكل سهوله من غير ولا شوكه ما تيجي في ايديكي. في الاول كده انا هنا معايا 7 وحدات، جبت ميه ساقعه خالص مشبره من التلاجة وحطيتهم في بوله وحطيت عليهم الميه. ويا ريت بقى لو الميه تكون عندك شويه تلج كده، تحطي شويه التلج على الميه المشبره دي وتسيبيهم حوالي نص ساعه او ربع ساعه، ربع ساعه كده. وهتطلعهم كده من الميه بالشوكه بالراحه كده. طبعا انت اول ما تحطي اصلا الميه عليهم هتحس بالرواسب اللي نزلت من التين الشوكي ده. المفاجأة بقى ايه؟ هاتي غطا ازازة عادية خالص، غطا ازازة من ازاز المية، وقشري كده هاتي التناية كده امسكيها بس بالشوكة، لان طبعا هي لسه فيها شوك. بالشوكة كده وامسكيها وقشري كده بالغطا بتاع الازازة، هيطلع بكل سهولة. يمكن انت ملاحظة ان هو بيطلع معايا اهو. وداعا بقى يا ستي، بس ده ما يمنعش برضو، خدي بالك. انا عملت نفسي برضو فلحوسه كده ومسكته كده في الاول قبل ما استخدم الشوكه، ففي شوكه خشت في ايدي. فخدي بالك بقى لان بصراحه بيتشوك جدا. فطبعا بعد ما تسيبيه كده في الميه ربع ساعه هاتي كده غطا الازازه وقشري كده، هيتقشر معاكي. يمكن انت ملاحظه نطفت اهي. وبالتالي لما تنضف معاكي والشوك يطلع منها بغطا الازازه هقدر ان انا امسكها بايديا واقطعها بالسكينه بكل سهوله في الميه كده. وحطيها عشان خاطر بس الميه ايه، تروقها شويه وتخلي وتبينها معاكي تبين الشوك اللي نزل من اللي منزلش لسه. شوفي انت ملاحظه كده باينه تماما اهي. الشوك كده نزل منها بكل سهوله بغطا ازازه. لو عندك قفص بقولك هتقشريه بكل سهوله من غير ما تلبسي بقى جواندي ومن غير ما تلبسي مش عارفه ايه، بكل سهوله هتقشريه. الطريقه دي سهله جدا. وبصراحه ال7 وحدات دول اللي قشرتهم كده على طول. بس انا زي ما انا قلت لك انا مسكت التنايه في الاول، يعني حطيت ايدي كده في الميه على طول ومسكتها بايديا فشوكتني. فخدي بالك سيبها بس في الميه ربع ساعه كده وامسكيها كده بالشوكه ونضفيها كده بغطا الازازه هتنضف معاكي. يمكن انت ملاحظه، شوفي الميه فيها رواسب ازاي زي ما انك شايفاها. شفت انا اهو مفيش شوك في ايديا ومسكتها بايديا. ليه؟ الحته اللي انا نضفتها بالغطا قدرت ان انا امسكها بايديا. الله، جميله قوي الطريقه دي والله العظيم يا جماعه. كلنا احلى تين شوكي كده. خلاص واحده كمان، واحده كمان زيها، يعني بنفس الطريقه. اعملي كل الكميه اللي عندك دي. يا رب لو يكون 10 كيلو هتقدري تعملي اي كميه عندك بغطا الازازه. طريقه سهله وبسيطه خالص. يعني انا لما عرفت الطريقه بصراحه انبهرت. انا كنت اول مره اعرفها، انا كنت اول مره اعرف ان الطريقه بتاع الغطا دي بصراحه يعني. فانا عملتها كده. طبعا انا هعمل معاكم 2 عشان بس ما اعرفكوش بقى وتزهقوا مني ووقت الفيديو وكده. فهعمل معاكم بس 2 وبعد كده هكمل بقى ايه حكايتي بقى كده على الله. اكمل الباقي ده براحتي كده مع نفسي كده اكمل. بس انا بصراحه لما جبت الفكره دي من الراجل حبيت ان انا اشارككم فيها، وحبيت ان انا اقولك على برضو الفكره دي. فبعد كده من هنا ورايح ما تحمليش هم تقشير التين الشوك. شفتي ده انا بطله ان انا ماسكه كده التين الشوك وما بيشوكنيش. سهل جدا خالص. بس هو سهل بس بعد ما تنضفيه من الشوك، لكن قبل الشوك مش سهل جدا خالص. كده خلاص انا حشت الشوك منه. هتبقى السكينه ونقطع بقى الطرف ده زي ما الراجل بيعمل بقى، والطرف التاني برضه، وهنشقها كده بالسكينه. انا بشوف الراجل بيعمل كده. الله، ده انا بوظت الدنيا خالص. انا بوظت الدنيا خالص، اتهرت مني. بس مين وراها لما اقشرها برضه. هجرب التانية معاكم واوريها لكم برضه، وهوريكم كل الكمية التانية لما تخلص. فعلا يا جماعة كل يعني ادي العيش لخبازه فعلا زي ما بيقولوا. انا برضو التانية شلت من الطرف ومن الطرف وبالراحة بس خط كده شق بسيط بس بالسكينة
ما هو انت بقى دي هتتفتحي مظبوط، يعني هتتفتحي مظبوط. الله، جت مظبوطه. جت مظبوطه. بس شايفين بقى سهله قد ايه؟ فيها مشكله؟ مفيهاش اي مشكله. تعالي بقى اوريك اللي انا عملته. دي السبع وحدات اللي انا عملتهم الحمد لله، واتاكلوا بالف هنا يعني على قلبنا الحمد لله. لو انت بقى عندك قفص او اي كميه من التين الشوكي هتقدري تعمليه بكل سهوله، صدقيني ولا شوكه هتخش في ايديكي بعد ما تحطي الميه. وتعملي زي بعد ما تحطي الميه وتسيبيه في الميه. يا ريت بقى لو الوصفه دي عجبتك حط لايك كتير كتير، لايكات كتير.